سيد أبو بكر، واصل ربما السؤال. كيف تردون على من يتهم الفضاء الإعلامي التونسي الإلكتروني التونسي بأنه إعلام محاصر يمنع كل المدونات، كل الكتابات، كل المواقع التي تختلف في مضامينها مع خطاب السلطة؟ لا، هذا كلام فارغ غير صحيح. يعني اعتقد ان تونس اذا كان نحسبوا تونس اللي كان عندها شرف اللي احتضنت معناتها قمه مجتمع المعلومات، تونس اللي يشهد لها معناتها العالم بالتطور المهم في مجال معناتها العالم الافتراضي، هذا الانترنت، المكاسب، الدعم اللي يلقاه معناتها ميدان الانترنت، التسهيلات. مثلا جهاز الكمبيوتر تقريبا ما عليش عليه اداءات جمركيه مثلا رخيص، نفس السعر اللي يباع في اي عاصمه. معناتها هذه كلها هي هذه امور تندرج ضمن سياسه، ضمن توجه عام موجود في تونس يحترم معناتها اولا حق المواطن في هذا الشكل الجديد من الاعلام وشكل جديد من المعرفه والتواصل يعني والحصول على معلومه ايضا. صحيح. ثم جوانب انه كما معمول به في كل بلدان العالم بما فيها امريكا اللي هي تعتبر معناتها اب وام ومصدر الانترنت، وكل الاجهزه الرقابيه للانترنت هي موجوده في الولايات المتحده الامريكيه. كل شيء هي بيدها تضع مجموعه من المحاذير، مجموعه من معناتها القواعد اللي تحول دون مثلا انه تكون هذه عالم هذا يكون مسيب معناتها كل مثلا. شو الموضوع قضية فيسبوك هي قضية قيل فيها الكثير وثارت جدل كبير ياسر. هنالك اجتهادات صحيحة، كل دولة هي هي مجموعة من الإدارات، مجموعة من المصالح، مجموعة كبيرة، جيش من الموظفين، كل واحد معناتها في نهاية الأمر ما هو إلا بشر ينظر ويقيس ويجتهد. من اجتهد وأصاب فله معناتها أجران، ومن اجتهد ولم يصب فله أجر واحد. نجيب سيد جمال العرفاوي حول هذا الموقع. لماذا أغلق موقع زياد الهاني؟ زياد الهاني كما قلت انت كذلك مع فيسبوك. هذا لا فيسبوك سيجيبك. نحكي المعلومه علاش البلوج نتاع زياد الهاني اغلق وقدم قضيه للمحاكم التونسيه. زياد الهاني هو معناتها اتجاه المحاكم، معناتها عنده امكانيه باش يتظلم اللي ثم دوله قانون، والمحاكم اذا كان هو على حق واذا كان هو بالفعل معناتها تم اغلاقه اكيد باش تنصفوا معناتها، واكيد باش أبو بكر الصغير. ربما يعني حتى لا نطيل في هذه الفكرة ونتقدم بالبرنامج، يعني الرقيب في تونس متهم، وطبعا تستحضرني هنا توصيف طبعا البعض من المبحرين يسمون الرقيب بعمار 404. يقول لك سي عمار هذايا لا يميز بين الكتابة الجادة وبين النكتة وبين النص الإرهابي وبين يعني الخطاب الذي ينتهك أحيانا بعض الحرمات ويكتفي بالقصة. راني قصيت وارتحت وبنقص مشكلة معناتها. كيف تردون على ذلك؟ تعرفش معناتها كي تقول هكا تقول رقيب هم يقولون ذلك طبعا. ثم جهاز فيه موظفين هكا معناتها لابسين مرايتات هكا سوداء يرصدوا باش يشد واحد هكا معناتها في متورط في حاجه كذا، معناتها تعطي فكره كاريكاتوريه. هي قضيه مش قضيه قضيه مش قضيه رقيب. انا قلت كنا نحكيو على امريكا عندها هو برر سي جمال قال هذا في اطار مشروع، في اطار مصالح، في اطار الدفع كذا كل شيء. كل دوله عندها مشروع، كل واحد كل شيء عندك رؤيه. انا اليوم مثلا نعطيك حاجه، هل في اطار الرقيب اليوم الكاريكاتير المسيئه للرسول صلى الله عليه وسلم، الكاريكاتير اللي يعملوا فيها بعض الصهاينه المسيئه للاسلام للدين كل شيء، انت بيدك سي جمال بيدو وقت تدخل بيتك لدارك تهز اي مجلات او اي جرايد او اي حاجه تدخلهم لبيتك تحطهم في الصاله، اكيد واحد يعرف اولاده كذا. اعتقد انا ما نوصلش للامور هذه، اما ثم على الاقل ثم حاجه، ثم 80,000 موقع إرهابي في العالم. 80,000 موقع تعلمك كيفاش تصنع قنبلة، تعلمك كيفاش تقتل واحد، تعلمك كيفاش تدلس، تعلمك كذا. شنو نفتحوهم هذوما؟ ثم مثلا انت ذكرت المواقع الإباحية، المواقع اللي تعرض للاشخاص. نعطيك حاجه مثلا اليوم اي واحد ينجم يختفي وراء جهاز الكمبيوتر حب يصفي انا حساباتي مع سي جمال ولا مدام سلوى. لا طبعا تحت اسم مستعار كل شيء. كيفاش تحب ما نحافظوش على التماسك وعلى الانسجام هذا المجتمع. انا نقول انت في تلفزه في اي مكان، في جريده في اي مكان في العالم، لابد ديما ثم نظره استشرافيه اللي هي تعرف شنو هي المحاذير. ما نقولش محاذير الصغيره، انا ضد المحاذير الصغيره. واحد شاف عبر على رايه ولا حاجه، انا ضد. سي ابو بكر عناوين كبيره. اعود الى يعني هناك لا اعتقد ان هنالك ثم اجتهاد خاطئ من بعض الاطراف. في نهايه الامر الاعتبارات هي عندها مبررات، عندها معناتها ما يقنع
المبادره هذا ان مشات في الاتجاه هذا اللي هو يتنافى مع التوجهات السياسيه العامه، مع اراده معناتها رئيس الدوله اللي بالفعل يحب بلادنا نحب تكون معناتها نموذج نتاع مجتمع حريه، مجتمع ديمقراطيه ومجتمع تعدد. نعم. تواصلون الفكرة. شو كما قلت انا خليك، الانترنت هي عالم كامل، عالم شيء يفوق الخيال معناتها. الامكانيات اللي توفرها بخصوص المعلومات والاتصال والتواصل، وكذلك الامكانيات اللي توفرها الشخص باش يحاول ينشر اي رساله او مسج معناتها لجميع انحاء العالم، معناتها بالامكان التواصل. ثم امكانيات رهيبه فيها كل شيء. العالم هذا هو نوع من سلاح الدمار الشامل معناتها بالمفهوم الافتراضي. العالم هذا كل نسيبوه هكا مع هذا كل، نسيبوه هكا مع هذا كل، نسيبوه هكا مع هذا كل.